ايه قصة البقرة الحمراء؟ وايه علاقتها بالمسجد الأقصى؟ وايه علاقة كل ده بالحرب اللي دايرة بين إيران وإسرائيل واللي حاصل في الدول العربية؟ وهل ممكن بقرة حمراء تكون سبب في نهاية العالم؟ اللي انت ما تعرفوش ان الحرب اللي بتحصل دي كلها بسبب ظهور البقرة الحمراء. في سنة 2022 تم نقل 5 بقرات من ولاية تكساس في أمريكا لإسرائيل في طيارة خاصة، وكان في وفد ديني والسياسي بيستقبلهم كأنهم بيستقبلوا رئيس دولة مهم، ونقلوهم لمكان سري وتحت حراسة مشددة. بس ليه بيعملوا كده؟ وإيه أهمية البقر ده؟ هقولك يا سيدي. في الديانة اليهودية المحرفة طبعا هم معتقدين إن من النبوءات هتظهر بقرة حمراء هيقتلوها ويحرقوها وياخدوا الرماد بتاعها ويطهروا نفسهم بيه، وده عشان يعرفوا يبنوا الهيكل المزعوم بعد هدم المسجد الأقصى بعد الشر طبعا. وده مذكور عندهم في التوراة المحرفة في سفر عدد الأصحاح رقم 19. وده معتقداتهم في دينهم إن أي شخص شاف شخص ميت أو قرب منه أو عدى على أرض كان فيها شخص ميت حتى لو كان من آلاف السنين فالشخص ده يكون نجس، ولو لمس حد تاني هو كمان يكون نجس. فهم عارفين إن هم أنجاس، وإحنا كمان متأكدين إن هم أنجاس، بس عشان يبنوا الهيكل المزعوم اللي عندهم في التوراة المحرفة لازم يكون في شخص طاهر هو اللي هيذبح البقرة اللي هتطهر الأنجاس. يعني شخص ما يكونش شاف حد ميت أو قرب منه. فيعملوا إيه؟ يجيبوا عيال من نسلهم ويربوهم في عزلة تامة في بيوت معلقة لحد لما يكبروا ويخلوهم ما يشوفوش أي حد ميت. طيب البقرة يجيبوها إزاي؟